السلام عليكم أصدقائي. قبل الفيديو أتمنى منكم دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد. في فترة الانتقالات الصيفية كل الأندية تبحث عن اللاعبين المثاليين من أجل التعاقد معهم لتمثيل تلك الأندية في الاستحقاقات القادمة. وفي هذا الفيديو سنتحدث عن اثنين من المحترفين اليمنيين اللذين يلعبون في العراق واللذين انتقلوا مؤخرا إلى أندية أخرى تعتبر من الأندية القوية والمنافسة لكل البطولات في العراق. اللاعب الأول حمزة الريمي الذي يبلغ من العمر 23 عام والذي كان يحترف مع نادي الطلبة العراقي في الموسم السابق. وبعد انتهاء عقد اللاعب اليمني تم الإعلان مؤخرا عن تعاقد نادي القوة الجوية العراقي مع اللاعب اليمني حمزة الريمي، وذلك لتعزيز خط دفاع الفريق في الموسم القادم. وبلغت صفقة اللاعب بحوالي 150 ألف يورو. واللاعب الثاني هو اللاعب اليمني أحمد الوجيه والذي يبلغ من العمر 24 عام والذي كان يحترف مع نادي كربلاء العراقي، حيث تم الإعلان مؤخرا عن تعاقد نادي دوهوك بطل كأس العراق مع اللاعب اليمني أحمد الوجيه بمبلغ 125 ألف يورو. بالتوفيق للمحترفين اليمنيين.